السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل متابعيني وحبايبي واخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة كل سنة وانتم طيبين وبخير، وسنة سعيدة عليكم جميعا يا أغلى وأعز اخوات في الدنيا. يا رب يجعلها سنة تحقيق الأحلام، كل سنة وانتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. ربنا يا رب يوفقكم جميعا، واللي محققش حاجة السنة اللي فاتت يكون ليه حلم أو أمنية يحققها إن شاء الله سنة 2023. يا رب ربنا يجعل أيامكم كلها سعادة وخير وبركة ورزق يا رب، اللهم آمين. النهارده عملت تورتايه اقتصاديه، مفيش بعد كده اقتصاديه يعني. فانا حبيت النهارده اصورها معاكم، وعشان تشوفوا بقى كلنا اقتصاديه ازاي وعملنا ايه ودفعنا قد ايه، هنشوف كلنا كده في الفيديو. بس ايه رايكم في التورتايه؟ طبعا انا عملت التورتايه دي عشان افرح بيها قلوب عيلتي وحبايبي وكده واهلي. فانا قلت بقى هعمل تورتايه ونحتفل ونتلم كلنا كده مع بعض. ويوم قعدنا مع بعض طول اليوم، وعملت التورتيه ورحت لهم وقعدت معاهم طول اليوم وقطعناها واكلنا كلنا تورته كده مع بعض. ان شاء الله تفائلوا بالخير تجدوه، وان شاء الله قعدنا ندعي بقى كده ربنا يجعلها سنه سعيده علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. طبعا ما اقولكوش العيال كانوا سعداء قد ايه بالتورته وباللمه وبالهيصه، واحنا ككبار كمان بصراحه كنا مبسوطين، مبسوطين قوي كمان. حطيناها كده على الترابيزه وجبنا سائع ومع التورتايه، وقعدنا بقى. انا اصلا يعني خدت التورتايه اصلا خدت التورتايه ورحت خالص عند اهلي وقرايبي، فخدتها ورحت انا واولادي ورحنا بقى ايه، احتفلنا هناك، وكل حبايبي وكده كلهم كلوا منها عشان الفرح يروح للجميع. يعني اللي ما كلش من التورتايه يبقى ما فرحش. يلا بقى اعملوا التورتيه زي ما انا عملت كده، وحاولوا ان انتوا تفرحوا بقى، افرحوا كده، وحاولوا انتوا لو عندكم طاقه سلبيه او كده فاطردوها واعملوا حاجه جديده تدخل فرح والسعاده على قلبكم، وفي نفس الوقت حاجه حلوه والعيال كلهم بيحبوها وكمان اقتصاديه. يلا بينا نشوف المقادير تبقى ايه. طبعا دي التورتيه اللي انا عاملاها، طبعا دي عملتها في الفرن وجهزتها، ودلوقتي انا هنزوقها او هنجهزها بالكريمه مع بعض. ولو عايزين تعرفوا انا عملت معاكم طريقه اللي هي التورته قبل كده كذا مره، ولو عايزين تعرفوا برضو اعملها معاكم مره تانية هبدا اعملها معاكم. هي طريقه عاديه خالص، وهي ايه دي الاسبونج. نص كيلو دي اسبونج ب 17 جنيه، وست بيضات ونص كوبايه ميه ومعلقه محسن جل ومعلقه فانيليا سائل، وبتضربوا في العجان كويس جدا 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 جدا. وبعد كده بتحطوهم في الفرن، بتحطيها في الفرن على درجه حراره متوسطه على الشبك، على اللي هو على الرف اللي في النص، وبتسيبيها لحد 3/4 ساعه او 40 دقيقه، بتطلع ما شاء الله جميل. هنا بقى بعد ما هي جهزت زي ما انتم شفتوها، انا دلوقتي هعمل ايه؟ اعمل الكريمه. الكريمه انا جايبه شانتيه الخام. النهارده شانتيه الخام بقى الربع كيلو فيه ب30 وفيه ب35. اللي هو ب30 المضاف اليه سكر، اللي هو ماهوش خام، اللي هو الشانتيه مخلوط عليه سكر بودر، فبتجيبيه الربع كيلو ب 30 جنيه. وفي اللي هو الشانتيه الخام بقى اللي ماهوش مضاف ليه سكر ب 35 جنيه. صراحة أنا ما بشتغلش إلا اللي هو بالشانتيه الخام، بحسه أحلى وأكتر وأحسن يعني معايا في التورتة عن اللي هو الشانتيه اللي هو المضاف إليه سكر. هتعمليه إزاي؟ أنا بحب الكريمة مسكرة. لو انت مش بتحبها مسكره برضو بتقدري تحكمي انت في السكر، وممكن تعمليها من بدون سكر خالص برضو عادي خالص. يعني لو حد مثلا ما بيحبش السكر او حد تعبان وكده، فتقدري ان انت تستغني اصلا عن السكر وبتحطي ميه ساقعه بس بالشانتيه. بيديكي برضو كريمه بتطلع حلوه وكل حاجه. انا بجيب كوبايه ميه بسكر، كوبايه ميه عادي متلجه، وبحط فيها 3 معالق او 4 معالق سكر في كوبايه الميه، وبدوبهم كويس. وبعد كده بحطها في اي بوله بقى اللي انت تضربي فيها اللي هو الكريمه،
وبعد كده بضيف الكريمه زي ما انت شفت كده في الاول، وبحاول ان انا ايه اغطس الكريمه كده دوبها في الميه، عشان مجرد ما انت تشغلي العجان بتتعفر كده وبتبوظ الدنيا حواليك. وببتدي بقى ان انا اضرب بالعجان على اكتر سرعه عندك، بتضربي انت على السرعه المتوسطه في الاول، وبعد كده بتزيدي السرعه. ما شاء الله. طبعا انا بتحكم في اللي هو سمك الكريمه، اللي هو كريمه عايزاها بقى ايه اللي هي خفيفه، اللي هي ما تكونش تقيله جامده يعني. بحبها بعملها خفيفه. لو انا عاوزاها جامده بعملها جامده. ولو هي بقى جمدت معايا، لو كبيت اللي هو الشنطيه على الميه ولقيت الكريمه جامده معايا، بتحط شويه ميه بشويه كده، يعني غطا بغطا كده ايه ميه، علشان لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. دي طبعا ايه، انا كنت لسه بشيل الورقه من عليها. طبعا وشها حاجه برضو جت غلطه معايا عشان ما تقعوش فيها برضو. اللي هو الوش بتاعها، اوعي تولعي الفرن من فوق على العالي وتقوم واخده منك وش، تقوم انت مطفيه من فوق وسايبه من تحت. ده اكبر غلطه ممكن تقعي فيها وانت بتعملي التورتايه. اول ما تولعي الفرن خالص، ولعي الفرن من فوق على الهادي خالص خالص، عشان بتبقى محتاجه زي من فوق زي من الارضيه زي من النص، فلازم يبقى من فوق ومن تحت النار شغاله زي بعضها، عشان التسويه بتاعتها تطلع مظبوط. وكل ما تكون التسويه بتاعتها تكون مظبوطه، وكل ما تطلع ارتفاعها يكون اعلى واحسن معاكي، وتكون اللي هي التورتايه مفتحه من جوه وبتبقى حلوه يعني. انا قطعتها طبعا. انت بتشوفي التورتايه اللي معاكي على حسب الحجم اللي معاكي، ممكن تقطعيها 3 طبقات، ممكن تقطعيها 4 طبقات، ممكن تقطعيها 5 طبقات. وانا قطعتها قبل كده والله، قبل كده في فيديوهات التورت. يعني انتوا لو رجعتوا، لو شفتوا قوائم التشغيل، هتلاقي التورت عندي فيه تورت متقسمه لخمس اجزاء. وطبعا 5 اجزاء هتبقى في حاله ان انت لو عملتها في الحل، ان انت لو خبزتيها في الفرن في الحله ماهيش في صينيه. شايفين الصينيه التيفال اللي هي عليها التورتايه دي؟ الصينيه التيفال دي هي اللي انا عامله فيها التورتايه. بس زي ما قلت لكم، هي كان عيبها الوحيد ان انا طفيت الفرن بتاعي بايظ زي ما انتم عارفين، ولكن انا عملتها عند في فرن مرات اخويا. فما شاء الله الفرن يعني شديد ما شاء الله. فالنار من فوق احمرت بساعت، وشها احمر بسرعه. فانا قمت طافيه عليها من فوق، وما اعرفش ان هي يطلع وشها طري كده. هي حلوه برضو شغاله، بس انا بقول لكم عشان تبقوا عارفين برضو ما تقعوش في الغلطه اللي انا وقعت فيها. حطيت طبقه، وابتديت ان انا حطيت بقى الطبليه في الصاله قدام الشاشه. وقمت قايله بقى الاسراء ايه الدنيا برد وانا مش قادره اصلا اقف في المطبخ، الجو ساقعه، وكنا بعد المغرب. كنت انا اصلا في مشوار وجيت كده متاخر. فانا قلت لها بقى ايه اسراء تعالي هات الطبليه وهات العزال كله، العزال كله في الصاله. وبعد كده بقى قعدنا حاولنا ان احنا ما رضيتش طبعا اجيب فاكهه ولا اي حاجه، عشان انا عاملاها معاكم اقتصاديه. ولو انتوا عايزينها بفواكه او باي حاجه تانية برضو ان انا ممكن اعملها معاكم تاني، بس انا عاملاها اقتصاديه للناس اللي بتحب الحاجه اقتصاديه، او عايزه ان هي حاجه تكون بفلوس بسيطه، عشان ما عشان الكل يقدر يعملها. انا جايبه دقيق الاسبونج ب 17 جنيه النص كيلو، وجايبه اللي هو الشانتيه ب 35 جنيه الربع كيلو. وكده يبقى كام؟ 17 و 35 17 و30 يبقى 47، يبقى يعتبر يعني 50 جنيه. 50 جنيه وكده معاكوا التورتايه وكريسبيات بقى. اي حاجه عندك في التلاجة كريسبيات. الكريسبيات دي يعني كل الكيس اللي فيه الكريسبي اللي انا باخد منه ده كان ب10 جنيه، بس انا حبيت احطه في النص كده، هي حاجه بسيطه. وبرده الحبوب اللي هي كانت معايا دي اللي هي الكريسبيات التانية اللي هي الصغيره، كان عندي برضو منها ما اشتريتهاش، كانت عندي في البيت وكده. يعني كل اللي انا اشتريته ودفعت فيه فلوس 50 جنيه. حطيت ال3 طبقات. طبعا انت بقى لو معاك متوفر اي صوصات بتشتريها
تشتري صوص مثلا ب10 جنيه، صوص خوخ، صوص فراولة، صوص مانجا، أو صوص شوكولاتة. بتقوم انت رايحة بقى تجيلك في كيس كده أو في علبة ب10 جنيه، فبتحطيه بين الطبقات على الكريمة بتديلها. وبرده لو صوص بقى كراميل، صوص الكراميل اللي بيبقى تحفة كمان وبيدي طعم جميل جدا. وطبعا انا ما رضيتش اجيبه عشان زي ما انا قلت لكم انا حبيت ان انا اصور معاكم تورته اقتصاديه، ولكن انت ممكن تستبدلي او ممكن تجيبي اكتر من اللي انا عاملاه. يعني ممكن تستبدلي بالكريسبي باي صوصات من اللي انا قلت لك عليها، او جيلي كراميل. جيلي كراميل ده طبعا، والكراميل برضو اللي هو الكراميل، كراميل حليب كده، بيبقى جميل جدا جدا بين الطبقات. وممكن برضو الصوص ده تحطيه على وش التورتيه من فوق، بيبقى تحفة برضو وبيديلها طعم جميل. احنا عملنا 3 طبقات، وحطينا بين كل طبقة وطبقة طبقة من الكريمة، وتكون طبقة سميكة. وبرضو زي ما قلت لك انت مو انا عاملاها اللي هو الدقيق بتاعها اللي هو فانيليا. انت ممكن تعمليها اللي هي شوكولاتة، اللي هو دي اسبونج شوكولاتة. عشان احنا ما بنحبش الشوكولاتة، فانا جايباه فانيلي بس. يعني هو يعني فرق بسيط، ممكن 2-3 جنيه او حاجة بسيطة بين اللي هو الشوكولاتة والفانيليا، ما يوش فرق كتير. وانت ممكن انت تجيبيه فانيليا، وتحط انت بين الطبقات تعملي الكريمة بالكاكاو. هتبقى الكريمة شوكولاتة، ما هتبقاش بيضة يعني. للناس اللي هي عايزة، طالما هي فانيليا من جوه، ممكن تحط عليها انت شوكولاتة، الكريمة شوكولاتة، وهيبقى برضو من فوق تسيحي شوكولاتة وتحطيه عليه. عندك بقى بسكوت اوريو، عندك شوكولاتات في البيت، اي حاجة بقى يعني الزينة دي انت بتزيني على حسب الذوق، وعلى حسب انت بتحبي ايه، او الاولاد بيحبوا ايه، او اللي انت عامله لهم التورته بيحبوها ايه. طبعا انا عشان اساوي كانت هي من تحت، زي ما قلت لكم ان هي عشان طفيت الفرن من فوق، فهي ما خدتش اللي هو ما خدتش الارتفاع الحلو، فهي كانت من تحت عريضة في الصينية ومن فوق رفيعة. فانا حطيت ال3 طبقات زي ما انتم شايفين، وحبيت ان انا اعمل اللي هو المج ده عشان محمد اصلا ما كانش رايح معايا. فانا قلت بقى اعمل له المج ده اللي هو اللي طالع من الحواف كده. هو حلو برضو مش ناشف، بس انا بساوي عشان اما اجي اعمل الدواير بتاعتها بالكريمه يبقى ما يبقاش يعني تطلع مش مظبوطه معايا. فانا عايزه الدوائر بتاعتها تطلع كلها مظبوطه معايا عشان الشكل العام برضه تبقى حلو. ما هو انا اروح الناس، ما اروحش بقى لحد يخيل عليا، فلازم الحاجه تطلع مظبوط. انا سويتها كده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، صلوا عليه. انا حطيتها كده سويتها، وكنت 3 طبقات كويسين. تقدري ان انت على فكره انا عاملاها تقريبا في صينيه 30، ممكن انت تعمليها في صينيه 26 وهتبقى جميله برضو. هحاول انا بقى هنا وانا قاعده كده ما في وسط الولاد، وجوزي برضو جنبي قاعد يقول لي بقى انت محساني ان انا واقف مع نقاش وان انا قاعد جنب نقاش عمال يدي سكينه معجون. هي عشان انا قاعده بسوي كده وعماله بعمل، قلت له فرق هم شغالين في المعجون ولكن انا شغاله في الكريم. هم بيعملوا بسكينه معجون وانا بعمل الكريمه مش معجون. فقعدنا نضحك بقى كده واحنا قاعدين في الصاله، وهم قاعدين برضه حواليا. انا عملتها كده، ولازم يعني اللي انت لازم بعد ما تعمليها تحطها في التلاجة شويه عشان ان هي تجمد وكده، وعشان الكريمه وكده. وطبعا انا عملت الكريمه دي البيضه دي اول مره، وبعد كده غلقت على الكريمه اللي فيها، حطيت عليه ميه ساقعه، وحطيت عليه اللي هو اللون الطعام، لون الطعام الاحمر، عشان بقى كنت عايزه اعملها حمراء عشان رأس السنه زي ما قلت لكم، كل سنه وانتم طيبين. فحطيت بقى شويه ميه بسكر من اللي كنت عاملاهم من الكوبايه، وحطيت الشانتيه، وحطيت اللون الطعام، وبعد كده قمت ضرباهم، ووصلت بقى للون الاحمر.
عشان يبقى هو الايه اللون الاحمر، وحطيته في القرطاس بتاع اللي هو القرطاس الحلواني. وبعد كده ايه ابتديت ان انا ازين فيه. طبعا الحواف بقى لازم بقعد بقى ايه بقعد اساوي، وتقعدي تعملوا كده يعني ايه لازم بتسويها حلو عشان يبقى شكلها ايه شكلها حلو. ايه حاجه بسيطه وما غرمناش حاجه، زي ما قلت لكم 50 جنيه اللي غرمتها. طبعا انت لو جيتي تشتري تورتايه من اي محل دلوقتي يعني هو مش هيقل عن ال 150 جنيه تورتايه. فانا قلت بقى ايه انا هعملها طالما انا بعرف اعمل. وبعدين هي والله العظيم التورتايه اي تورتايه انت بتعمليها اسهل بكتير من الكيكه. يعني انت بتحطي الست بيضات والمحسن الجل ونص كوباية مية والفانيليا، وبتضربوه وبتحط الدقيق عليهم النص كيلو الاسبونج. بس بتحاولي ان انت ايه تنخليه 3 مرات عشان يبقى حلو، عشان يبقى العجينة مفتحة وحلو. وبتحطيه في العجان لحد ما الحجم بتاعه بيتضاعف اضعاف. وبعد كده بتحطيه في الفرن على درجه حراره متوسطه زي ما قلت لكم، وبتطلع معاكم احلى تورتيه. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات، وان شاء الله مش هتندموا. ان شاء الله مش هتبطلوا تعملوها تاني، هتعملوها على طول. لو حابين اعمل لكم اي تورتيه بفواكه بصوصات بكريسبيات بشوكولاتات قولوا لي، وان شاء الله اعملها لكم تاني. ده طبعا بقى ايه اهو حطيت الكريمه اللي انا كنت مجهزاها زي ما قلت لكم، وببتدي ان انا ايه هزينها اي زينه على اساس زي ما قلت لكم انا عاملاها اقتصاديه. انما احنا لو عاملينها بفاكهه هنكون طبعا بقطع الفاكهه برضو اشكال زي ما عملتها معاكم. انا عملت الفاكهه معاكم اشكال برضو في كذا فيديو، عملت الفاكهه بكل الاشكال، وعملت الشوكولاتات برضو بكذا شكل. هنزين بقى كده اي زينه بقى انت وذوقك. زيني بقى بالتورتايه في التورتايه بالكريمه كده، زيني باي طريقه باي شكل انت حباه. انا حبيت اعمل كده زي شكل اي شكل كده بيطلع معايا، اي حاجه بتضرب في دماغي كده. وده طبعا حاجه تانية كده شكل تاني. انا معايا هنا طبعا عشان ببقى اعمل التورتات على طول فمعايا كذا قرطاس يعني. شوفوا ابو اسراء شرب الشاي واحط لي الكوبايه جنبي بيحنسني عشان انا مش فاضي اشرب شاي، فهو شربها ايه وحطها جنبي كده. طبعا الصوصات بقى ما عادش الا صوص اللي بقول صوصات. انا زعلانه عشان ما عملتهاش بصوصات، ولكن ان شاء الله ان شاء الله ما تكونش اخر مره، واعملها معاكم مره واتنين وتلاته، وانتوا برضو تعملوها معايا مره واتنين وتلاته. يعني ايه ما تكسليش وحاولي ان انت اي حاجه ما بتعرفيش تعمليها مش عيب ان انت تعمليها وان شاء الله مش هتفشل والله هتبقى حلوه. ده انت حتى لو عملتها خالص وعملتها في كاب كيك اللي هو في كاسات كده زي ما انتوا شفتوا الكاس اللي كنت بعمله لمحمد الخطيب. اه انا اللي عدت وعشان اختي الاكل خلص انا اللي عدت. كده خلصنا اللي هو اللي في الاجناب كده اه شكله خلاص. هنكتب بقى هنا بقى ايه انا جيت اكتب جيت اكتب اي كلمة تانية مثلا اسم مثلا لقيته ما ينفعش وكده فقمت كاتبة عيد سعيد. عيد سعيد عيد سعيد وزينته حواليه بقى كده. لقيت يعني هي ابسط كلمة وهي برضو هي اكتر كلمة مناسبة للمناسبة يعني مناسبة للمناسبة. يعني عيد سعيد رمضان كريم. هنحط بقى جبنه بسكوت اوريو وبعد كده ايه قلنا بقى نحط بسكوت الاوريو. بسكوت الاوريو بقى يعني وعايز يتحط وانتي رايحه تقدميها على طول، عشان بسكوت الاوريو لما بتحط في التلاجة ما يتحط في التلاجة وكده. بسكوت الاوريو لما بيطول عليها بيحل يعني البسكوت ما عادش بيبقى زي الاول، ما عادش بيقرمش زي الاول. اصلا بسكوت الاوريو بيبقى اصلا طعمه حلو
يعني بيبقى حلو مع الكريمة والتورتة. بيبقى بيدي طعم تاني، وبيبقى الفواكه برضو بتبقى معاه جميل. بس احنا قلنا ايه، بسكوت الاوريو ب2 جنيه، جبنا بسكوتين ب4 جنيه عشان يبقى برضو ايه على قد ما نقدر بنلم في المقادير عشان تبقى اقتصادية، عشان تشجعوا كده وتعملوا برضو زيها. معانا بقى الصوصات دي اللي هو الكريسبيات دي، برضو الصوصات معلقة في دماغي. كريسبيات دي كانت عندي، كانت شاريه ب10 جنيه، بس عملت بوم كذا حاجه يعني انا مش يعني اللي في الكيس ده ممكن ب5 جنيه بس. وكان عندي بقى اللي هو اللون الاحمر ده، وكان عندي كذا لون، فانا قمت ضربهم كلهم في بعض عشان يدوا لون ايه، عشان يدوا لون حلو. طول ما انا قاعده بقى بعمل كده، وشمس بقى ايه عماله بتلزق في الجنوب زي ما انتم واخدين بالكم منها كده، وانا ما كنتش شفتها. فانا فكرت اللي هي لزقت يا مثلا ايه جنب واحد، ولقيته قلت لها صدق شكله حلو يا شمس. قالت لي ما انا لزقت كل الدواير، انا قاعده شغاله وملبوخه في التصوير عشان بصور نفسي، وعماله بكتب وبعمل بحط في البسكويت وبحط برضو في الكريسب اللي على الوش كده. وهي كانت ما شاء الله ملت لي الاجناب من جميع الجهات. بس والله كان شكل برضو التورتيه يعني الكريسبيات اللي في الجنب ادت شكل اهي، ادت شكل فظيع يعني كده، ادت شكل حلو قوي، ادت شكل حلو احلى من ما كنت متخيله يعني. وفي نفس الوقت كانت حلوة وعجينتها كويسة والكريمة بتاعتها سكرها جميل ومش مكلفة خالص، وفرحت قلوب ناس كتير بيها، وكانت حاجة حلوة، واحنا كلنا بصراحة فرحنا بيها. عمالة بلف بقى اهو عشان اشوف الخرز، لقيتها حاطة لكله، بس زودنا بقى تاني، يعني قعدت ازود معاه بقى تاني عشان يعني لما لقيت شكله حلو اتجرأت بقى وقلت ايه ادي كمان. ايه رأيكم بقى في شكلها؟ بصراحة عشان اول مرة اعملها اقتصادية قوي كده، فما كنتش متوقعة ان هي تطلع حلوة كده. يعني بصراحة يعني انا قلت كده اعملها وانا وحظي، وما شاء الله طلعت حلوة وبجد جميلة. فانا عايزاكم بقى انتوا الاخرين تشجعوا كده وجربوا، وان شاء الله تطلع معاكم احلى من بتاعتي كمان. بحبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.